مرحبا بكم حباباتي وحبابات قناتي الزينين. هيا حباباتي، اليوم جيناكم بموضوع جديد وبقضية اللي راهي ترند واللي راهي شاغلة السوشيال ميديا الايام هذه، قضية جمال بسكرة. حبينا نحكيو في قضية جمال بسكرة على حساب واش راهي تقول سليمة بسيكولوج، ويبقى دايما العلم لله. المهم واش راهي تقول سليمة بسيكولوج هذو الايام. الانسان هذاك ربي يرحمه مسكين، راح توفى، راح عند مولاه، يسمى القضية يعرفها هو اللي راح ودى سره معاه، ويعرفوها اللي حاضرين. بلا ما نحكيو على جمال بسكرة اللي كلنا عارفين بلي عنده اوتيل في بسكرة متخصص في الامور اللي المحرمات، وربي يعفينا ويعفي السامعين من المحرمات، اللي فيه سهرات ليلية، فيه أمور خارجة عن المجتمع تاعنا، أمور تدي للفساد، وربي يعفينا ويعفي وليداتنا. المهم يا حباباتي، وش نقولكم، سليمة راهي تقول باللي في الأول كانوا يقولوا باللي الطفل قتلوه في الأوتيل ورماوه من البالكو، هكا الحكاية. وإنما اليوم بعد المستجدات اللي جابتهم سليمة بسيكولوج، راهي تقول باللي على حساب الكاميرات والتحقيق اللي راه يمشي، لقاو باللي طفل انتحر، وماشي هما اللي طيشوه من تروازيام ايطاج. يسمى راهي تقول باللي الطفل راهو هو بذاته انتحر من المعامله، من الحوايج اللي داروهم فيه في هذيك الليله. كانت كاينه سهره، وكانوا كاينين فيها بزاف عباد معروفين من هذو اللي يخرجوا الكباريات ويغنيوا وكلش. المهم اللي راهي ظاهره في القضيه دروك القطه، راهم يقولوا باللي القطه راهي كانت حاضره وانما مش داخله في الموضوع. القطه حكمها جمال بالسكره هذا على اساس تقعد عنده، تزيد عنده يومين ولا ثلاثه، بيسك بالخميس عنده سهره مع الشابه سعاد، وباش تبرح بيسك القطة يجيبها، راكم تعرفوا يجيبوهم على اساس يبرحوا، وهما راهي منكم واليكم، دراهم ويا بعده يجيب القطه هذه تسهر وتبرح باش تجيب له السكسي. وهذا الطفل ربي يرحمه، ربي يصبر والديه ان شاء الله، كان في ذيك الليله ثم ساهر. هيا من بعد قال لك هذا جمال بسكرة مداير البنات اللي يخدم بيهم، شغل يخدم بيهم في سهرات في ذوك الليالي، راكم تعرفوا واش كاين بعد السهره. المهم قال لك هذا الطفل دا طفله، راهم يقولوا طفله من ولايه بيتنا، خدم في هذا الهوتيل عند جمال بسكرة من البنات اللي راهم دايرهم يخدموا. هيا قال لك في ذيك الليله رحت مع الطفل هذا، بات معاه، وراكم تعرفوا هذه شراب وغبره وامور بزاف مش مليحه. المهم قال لك الطفل هذا كانت عنده 26 مليون، هذيك 26 مليون صرفها كامل في اشرب دير واسي منا كلش. هيا قال لك كملت مع الطفله هذه، بدا يطلع النهار، قالت له الطفله صايي سي بون راح نروح، اعطيني دراهمي. قالها سي بون ما عنديش انا دراهم، خلصتوني في الاوتيل هذا، قال لك تدخل بلبستك تخرج عريان. قالها سي بون خلصت انا، ما عنديش حتى دراهم باش نعطيك. المهم تعارك هو وياها وداو جاب في الهضره. هي طفله بحكم تخدم عند جمال بسكرة، يسمى هو اللي راح يدافع عليها. قال لك رحت عند جمال، شكيت له، قالت له فوالا راهو تعاركت انا وياه وما عطانيش دراهمي والامور هذيك. طلع سي جمال بسكرة هو وزوج، راهم يقولوا واحد اسمه قنينه وواحد اسمه هشام. قال لك طلع هو وياهم في الهول تاع الاوتيل، حكموه اضرب وداروا له حوايج ماهيش مليحه، يسمى ماهيش مليح، داروا له حوايج ماهيش مليحه، وضربوه بطرق قاسيه وشوهوه وداروا له امور ماهيش مليحه. قال لكم بعدها هزوا واحد فيهم هذا، داروا فيه شخمبره، يسمى على حسب الكاميرات. واش راهي تقول سليمة بسيكولوجا، على حسب الكاميرات كي داروه في الشومبرا، داه الشومبرا ما عرف باش يزيد يضربوا ولا يعذبوا ولا العلم لله، احنا ما شفناش. من ثم قال لك طفل رمى روحه، يسمى طفل رمى روحه. هذه اخر واش راهي تقوله، على الاول قالت باللي انتحر، ودرك راهي تقول باللي رمى روحه الطفل. رمى روحه الطفل توفى، دخلت الأمور في بعضها والكاميرات، وحاول جمال بسكرة هذا يسوبريمي الحوايج اللي تسجلت، وإنما يسمى مع التحقيقات ما يقدروش يحذفوا حتى حاجة. وكما نقولوا الميت هذا حقه يجي ربي يعفينا من الوقت هذا ومن زمان هذا اللي راكم تشوفوا اخوتي الحوايج اللي راهم يصراو. ربي يفرج على ميمته، ربي يمسح دمعتها، وربي يعطيها الصبر، وربي يعفي الشباب من الامور هذه اللي راهي تصرى، وان شاء الله تبان الحقيقه. احنا رانا مانا مع هذا جمال بسكرة، مانا مع
احنا رانا مع المقتول إن شاء الله تبان حقيقته. نتمنى منكم أعزائي المتابعين إن شاء الله ديروا لي لايك ومتابعة والضغط على زر الجرس، وإن شاء الله كل يوم نجيب لكم جديد. سلام.